يا مساء الجمال. حكايتنا بدأت مع عصفورين الكناريا دول. كارلا محامية شاطرة والست منظمة وليدي قوي في نفسها، ومارك مستثمر كبير وشريك في مجموعة شركات عالمية، وتحس كده ان احمد عز في نفسه. والاتنين بقالهم شهرين متعرفين على بعض والحب بينهم مقطع بعضه. وبالرغم من ان كارلا عرفت وصاحبة رجالة كتير، الا انها حاسة ان مارك ممكن يكون الحب الحقيقي اللي هتكمل معاه حياتها. عشان كده طلبت منه انه يقابل باباها ويتعرف عليه. بس اللي حصل ان قبل الميعاد بيوم قال لها انا مش هقدر اجي معاكي عشان اتصلوا بيا في الفيلا بتاعتي وبلغوني ان بعيد عنك المجاري ضربت هناك، فلازم اروح اشوف ايه الحكايه. والتانية طبعا اتقمصت وفكرت انه بيخلع منها، فقالت له براحتك، وراحت هي تقابل فرانك باباها. ساعتها سألها امال فين صاحبك اللي هتعرفيني عليه؟ فقالت له شكلها كده الحكاية خلصت من قبل ما تبتدي. فباباها قال لها يا بنتي هو انت كل ما تعرفي واحد تبوظي علاقتك بيه على طول كده؟ ما تروحي له البيت وتشوفي ايه الحكاية بالظبط، يمكن الراجل مظلوم. فالتانية عجبها الكلام واخدت بعضها على هناك، وكمان لابسة لبس سباك. ولما خبطت الباب طلعت لها الست دي، فصاحبتنا كانت مفكراها بتشتغل في البيت، وقالت لها قولي لمارك ان كارلا مستنياك تحت. فالتانية قالت لها مارك مش موجود، انا مراته يلزم خدمة. وقتها كارلا ما كانتش مصدقة انه اتضحك عليها بالطريقة دي، فقالت لها معلش انا شكلي غلطت في العنوان، وراحت داخلة في الفوزة دي واتكعورت في الارض واخدت بعضها ومشي. وطلع يا سيدي مارك متجوز الست دي واسمها كيتي، ست زنانة ولكاكة وقرفاه في عيشته. بس على قد قرفها ده الا انها هي اللي بتديله الافكار اللي شركته كلها قايمة عليها، وكل يوم الصبح يمضيها على شوية ورق هي ما تعرفش مكتوب اصلا فيه ايه. المهم تاني يوم كارلا اتفاجئت بكيتي عندها في المكتب. ساعتها كيتي قالت لها احنا اتقابلنا امبارح، ولما عرفت اسمك دورت عليه في فاتورة التليفون بتاعت جوزي لحد ما عرفت مكانك، انا عايزه افهم ايه الحكايه بالظبط. فالتانية جابتها لها من ابو ناهيه كده وقالت لها ان جوزها بيخونها معاها. ساعتها كيتي قعدت تنوح وتعيط ونفسها راح، وكانت حوسه ولمت المكتب كله عليهم. فالتانية اضطرت تاخدها في مكان بعيد عن الشغل عشان ما تعملهاش فضايح. ساعتها كيتي قعدت تقوق وتقول لها انا ضحيت بحياتي كلها عشان خاطره، وما رضيتش اخلف طول السنين دي عشان اديله فرصه يكبر شغله. فكارلا قالت لها اجمدي كده ونظمي افكارك، انا هديكي رقم محامي صاحبي وتطلعي منه وتخلصي وتخلصيني من وجع الدماغ ده. بس الغريبه انها لما روحت البيت ما جابتش سيره لمارك عن اللي عرفته، ورجعت تاني لكارلا بس المره دي في شقتها، وقعدت تنوح وتقول لها انا مش عارفه بعد ما اتطلق هعمل ايه، انا لا عندي شغل ولا معايا فلوس، ومش قادره احكي لحد من اصحابي لانهم كلهم يعرفوا مارك واكيد هيحكوا له. ممكن اقعد اتكلم معاكي ونفضفض سوا. وفي الاول كارلا ما كانتش طايقاها، بس مع الوقت الاتنين بقى اصحاب، وشجعتها انها ترفع قضيه وتتطلق وتاخد نص فلوسه. وقالت لها اهم حاجه تبقي هاديه وعاقله كده زيي، وما تتصرفيش تصرفات عبيطه. بس هي عملت العكس واستغلت انه مسافر وراحت مدغدغه المكتب بتاعه، واتصلت بكارلا عشان تروح لها البيت. والتانية لما شافت المنظر قالت لها هو ده اللي اتفقنا عليه يا وليه؟ ساعتها بنشوف في اخو كيتي واد جان كده، وحصل كده ما بينه وبين كارلا حب من اول نظره. ولما سأل اخته مين الست دي، فالتانية قالت له دي واحده صاحبتي، وكرشتها بره البيت وقالت لها بقول لك ايه انا مجنونه، ما يبقاش جوزي وكمان اخويا. وبالليل مارك رجع من الشغل مزقطط على الاخر، وقال لكيتي الفكره بتاعتك الاخيره كسرت الدنيا وكسبتنا $500,000 وهاتك يا حب واحضان. فالتانية تحس كده انها ضعفت وقالت لك مدام رجع لحضني وخلاص كارلا هتبعد عنه يبقى قدر ما حصلش ونكمل حياتنا. بس دي للكلب عمره ما يتعدل، لانها بالليل سمعته بيكلم واحده في التليفون ونازل حب ونحنحها، وطبعا هي كانت مفكراه بيكلم كارلا، فراحت لها عشان تتعارك معاها وقعدوا ينطحوا في بعض زي الديوك الرومي. في الاخر كارلا قالت لها انا اصلا مش طايقه اشوف جوزك، ومن ساعه ما عرفت الحقيقه وانا ما بكلموش. وهنا الاتنين فهموا انه بيخونهم مع واحده تانية، فقرروا يراقبوه عشان يعرفوا مين تعيسة الحظ رقم 3. وفضلوا الاتنين ماشيين وراه لحد ما عرفوا ان المعلم واخد فيلا على البحر، ولاجل الحظ فيلا اخو كيتي كان عنده بيت صغير هناك، فقرروا ان ده يبقى مقر المراقبه بتاعهم. وكيتي بدات المراقبه، وكارلا ما كانتش مهتمه لانها كانت واثقه ان البنت التالتة عمرها ما هتكون في نص جمالها. بس اول ما مارك مشى وكيتي شافت البنت اللي بيخونهم معاها قالت لها تنيلي على خيبتك، ده احنا الاتنين جنبها ولا حاجه. وطلعت البنت صاروخ ارض جو من العيار التقيل. ولما كارلا شافتها بعد ما كانت هاديه وعاقله الدم غلي في دماغها، وقالت لك والله لا اروح اجيبها من شعرها. وكيتي
كيتي وراها عشان تحاول تمنعها قبل ما تبوظ كل حاجة، والاتنين اتكعوروا فوق بعض وفضلوا يتخانقوا كالعادة. فالبنت قالت لهم هي ايه الحكاية بالظبط. فالتلاتة قعدوا مع بعض وتعرفوا على أمبر وحكوا لها الحكاية من طقطق لسلام عليكم. وكيتي ما كانتش فارقة معاها، تحس انها اتعودت على الموضوع، على عكس كارلا اللي كانت شايفة ان كده مارك أقل منها وخانها مع واحدة تانية. المهم التلاتة اتجمعوا في بيت فيل وبقوا صحاب على الآخر وقضوا الليلة هناك. وفيل وكارلا العلاقة بينهم اتطورت على الآخر ووقعوا في غرام بعض. وتاني يوم التلاتة قعدوا يفكروا هينتقموا منه ازاي بعد اللي عملوا فيهم. فكارلا قالت لهم انا هخليه يلف حوالين نفسه. واتجمعوا الزوجة والمحامية والمزة على راجل واحد. وفي الأول كده بدأوا يسخنوا، مرة كيتي تحط له مزيل شعر في الشامبو بتاعه، ومرة كارلا تحط له ملين معدة في المية. وفضلوا على كده كام يوم لحد ما الراجل استوى على الآخر. وبعد كده دخلوا على التقيل لما عرفوا ان مارك بيسرق ملايين من الشركاء بتوعه في الشغل وبيحط فلوسه كلها في جزر البهامز. والنصيبة انه كان كاتب كل حاجة باسم كيتي، وده الورق اللي يعين امها كل يوم بتمضي عليه الصبح من غير ما تعرف هو ايه. يعني لو حد اكتشف السرقة هي اللي هتروح فيها وتتسجن. فالتلاتة سافروا وراه وفضلوا يراقبوه عشان يعرفوا مكان البنك اللي بيشيل فيه الفلوس. والجاحد طلع يعرف عليهم واحدة رابعة، يعني خيانة على مستوى دولي. ولما عرفوا مكان البنك كيتي راحت وقشطت كل الفلوس اللي في حسابه. وبعد كام يوم كارلا طلبت من مارك يقابلها في المكتب بتاعها، والتاني اخد بعضه وتشيك وراح لها. وهوب يتفاجئ بالتلاتة مرصوصين قدامه. وكيتي بتقول له انا عايزه اتطلق. فالبجح قعد يتمسكن ويقول لها سامحيني يا حبيبتي، دول هم اللي ضحكوا عليا وشربوني حاجه اصفره. ساعتها كيتي قالت له احنا عرفنا كل حاجه، اتفضل امضي على ورق الطلاق وخلصنا، وهتلاقي في اخر الورق حساب البنك ونصيب كيتي منه. فمارك قال لها اذا كنتوا مفكرين انها هتاخد نص فلوسي تبقى بتحلموا. بس المفاجاه انه لقى حسابه في البنك صفر. فكيتي قالت له انت نسيت انك كاتب كل حاجه باسمي، انا سحبت الفلوس كلها ورجعتك على الحديده. والكلام ده خلاه شبه الوطواط عمال يخبط في ازاز المكتب مره يمين ومره شمال، ونزل الشارع يتنطط زي المجانين. وفي النهايه بنعرف ان كيتي اخدت مكانه في الشركه وكبرتها اكتر بافكارها. وكارلا اتجوزت فيل وحامل منه. خد التقيله، امبر وقعت في غرام فرانك ابو كارلا. وكده تخلص حكايتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كل وسايلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي أول كومنت.